طارق سيد البالغ من العمر 25 عاما، أحد العاملين بالسوق المصري بحرفة الحدادة وتصنيع المفاتيح. يتوجه يوميا طارق لمقر عمله بمنطقة الجيزة بالقاهرة للعمل في المهنة التي يقوم بها منذ سنوات، وينتظر طارق لساعات طويلة حتى يأتي مشتري جديد على عكس الحالة ما كان قبل الثورة. السوق بالنسبة للسوق دلوقتي السوق نايم طبعا بعد الثورة. احنا كنا مفكرين الثورة هيبقى في عدالة اجتماعية، هيبقى في خلاص الشغل هيبتدي يتفتح معانا، هيبقى في حركة. انما بالعكس الشغل دلوقتي بقى مقفول. يعني قبل الثورة كنا شغالين، دلوقتي بعد الثورة كل الشغل اللي هو خف تدريجيا. السوق نايم، الدنيا يعني مريحة، مش زي ما كنا متوقعين. أكدت جميع البيانات والتقارير الصادرة من مركز معلومات رئاسة الوزراء وجود ركود واضح في السوق المصري وانخفاض ملحوظ في الصادرات والواردات منذ بداية عام 2011 حتى منتصف عام 2012. ويبقى لسان حال أصحاب الحرف والصناعات الصغيرة متى ينتهي هذا الركود وتحقيق ما كانوا يتمنوه من هذه الثورة.